قلت بأن هذا الأنبوب تم توقيف أو عدم تجديد العقد اللي امتد لمدة 25 سنة لتدفق الغاز عبر هذا الأنبوب. لكن ماذا وقع من بعد؟ تمكن المغرب وإسبانيا من إعادة تشغيل الأنبوب في الاتجاه العكسي. النظام الحاكم في الجزائر حاول عبر تمرير رسائل عبر الإعلام على أنه لن يسمح بتدفق الغاز الجزائري في الاتجاه العكسي، لكن الأمر يبدو على أنه غير صحيح، وأن الغاز الجزائري فعلا يتدفق في الاتجاه العكسي نحو المغرب. لكن هذا خاضع الأمور يعني متعلقة بخصوصية أولا الغاز الجزائري الذي كان يستعمل في محطتي توليد الطاقة الكهربائية في عين بني مطهر وتهدرس. أنا علاش جبت لكم هذا الموضوع؟ لأنه اليوم منصة الطاقة نشرت مقال يعني أعطت واحد لي زارغيومون اللي يبدو على أن هناك تدفق للغاز الجزائري نحو المغرب اعتمادا حسب ما جاء في المقال تاع منصة الطاقة، اعتمادا على 3 شواهد منطقية. إذن كاتب المقال قال رغم مرور 15 شهر على الوقف الرسمي لتدفق الغاز الجزائري لإسبانيا عبر المغرب، لم ينقطع بين الحديث بين الحين والآخر عن صدق هذه الرواية، وهل بالفعل لم تعد تحصل الرباط على الغاز من الجزائر، وما هي دلالته. أسئلة أخرى كثيرة تدور في العديد من الأذهان، لكن تبقى كلها مجرد شكوك دون أدلة قاطعة على الأقل رسميا، بل لا أبالغ هنا أن الجزائر نفسها تكاد تكون واثقة أن غازها الطبيعي يتدفق عكسيا إلى المغرب من خلال إسبانيا. الغاز الجزائري يتدفق من المغرب أو من إسبانيا نحو المغرب بعلمهم، لأن الأمور ما هيش متعلقة بالاقتصاد. أنا غادي نتكلم لكم، غاديش نقرأ لكم كل هذا المقال، لكن هنا يقول صاحب المقال بأن الإعلان اللي جاء مفاجئ من طرف إسبانيا، شركة إينا غاز اللي أعلنت في 29 يونيو 2022 أعلنت عن بدء تدفق الغاز من إسبانيا إلى المغرب بشكل عكسي في الجزء الذي يربط بين البلدين ضمن الخط الغاز يعني المغرب أوروبا. هنا نلاحظ أن هذا الإعلان المفاجئ جاء من إسبانيا، يقول صاحب المقال، وليس المغرب الذي ظل صامتا لمدة 6 أيام، إلى أن أصدر المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن بيان في 5 يوليو تموز كشف فيه عن تشغيل محطتي كهرباء تهدرت وعين بني مطهر باستعمال الغاز المسال المستورد من السوق الدولية. يعني ويقول هنا صاحب المقال أنه أجرت المنصة الطاقة حوار مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية الدكتورة ليلى بن علي، التي سئلت بشكل واضح من أين تستوردون الغاز المسال، وما هي الصفقة التي تجهزون منذ مدة للإعلان عليها. يقول صاحب المقال الوزيرة لم تجب عن السؤال ولا اكتفت بالوصف نفسه الذي ورد في بيان المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، وهو أن بلادها تستورد الغاز المسال من السوق الدولي. ثم أضافت أن ذلك جاء من خلال عقد لمدة سنة انتهت بنهاية 2022، قائلة في السياق نفسه تفاوض على عقدين 2 سيغطيان مدة أطول ربما تكون ما بين 5 و10 سنوات بناء على آلية مختلفة لتقنين الأسعار. حاولت، يقول صاحب المقال، منصة الطاقة مرارا وتكرارا خلال المقابلة وبأكثر من صيغة صحفية الحصول على أي معلومة من الوزيرة عن مصدر هذا الغاز، إلى أن الدكتورة ليلى بن علي وبذكائها الشديد، يقول صاحب المقال، تمسكت بلفظ السوق الدولية، وأن وزارتها حصلت على شهادة أصل المنشأ، وهي الشهادة التي تثبت الغاز، أو بمعنى آخر هل هذا الغاز مثلا من الولايات المتحدة أم من الجزائر أم من قطر. يقول صاحب المقال هناك 3 شواهد بعد كل هذا الاستعراض وتصريحات الجانب المغربي وموقف الجزائر ومن قبله إسبانيا. هناك
3 شواهد أو أسئلة منطقية تحتاج إجابات واضحة. إذا كان المغرب بالفعل لا يحصل على الغاز الجزائري من بوابة إسبانيا، فلماذا لا يعلن عن أصل الغاز الذي يتدفق إليه من الأنبوب المار عبر إسبانيا نحو المغرب؟ هل الأمر، يقول صاحب المقال، يستحق أن يكون سريا؟ وهل هناك سابقة لذلك دوليا؟ الإجابة، وهو هذا صاحب المقال هو مختص في هذا الميدان، يقول أنه لا توجد سابقة دولية في تعاقدات الغاز، سواء الغاز الطبيعي أو الغاز المسال. لم تكشف حينها الدولة المستوردة أو المصدرة عن اسم الطرف الثاني في التعاقد، فالمتعارف عليه أنها تعاقدات علنية ما عدا الجزء المتعلق بالأسعار. أما طرف العقد ومدة التعاقد فهذا يكون معلنا لوسائل الإعلام، آخرها على سبيل المثال صفقة الجزائر مع شركة إيني الإيطالية، ومن قبلها صفقة سلطنة عمان مع تايلاندا وشركة شيل العالمية، وهي صفقات ذات أجل طويل تمتد من 10 إلى 25 عام. الأمر الثاني، شهادة أصل المنشأ التي يمتلكها المغرب ليست دليلا قاطعا ولا يمكن الاعتماد عليها في الفصل بهذا الأمر، ويرى بعضهم أنه يمكن الحصول عليها بسهولة. النقطة الثالثة وهي الأهم، محطتي الكهرباء تهدات وعين بن مطهر تعتمدان فنيا، يقول صاحب المقال، منذ تشغيلهما على الغاز الجزائري، وهو غاز له خصائص معينة من حيث القيمة الحرارية قد تكون معقدة وتتطلب تغييرا كبيرا في طريقة تشغيل المحطتين. وهنا يدور تساؤل مهم، يقول صاحب المقال: ما هو الأسهل للمغرب وإسبانيا؟ هل يتدفق الغاز الجزائري بشكل مباشر بشكل عكسي من إسبانيا إلى المغرب لتشغيل المحطتين بشكل طبيعي، أم يستورد المغرب الغاز المسال ببواخر تفرغ في إسبانيا ثم يعيد تحويل الغاز إلى صيغته الطبيعية وبعدها إفراغه في الأنابيب حتى يصل إلى المغرب؟ أليس المنطقي هو تدفق الغاز الجزائري؟ أليس ذلك هو أقل أو الأوفر تكلفة والأسهل للطرفين الإسباني؟ يقول صاحب المقال كخلاصة: هذه الشواهد الثلاث التي ذكرها تبقى مطروحة أمام الرأي العام وبحاجة إلى ردود منطقية وعقلانية وليست انفعالية. وعن ملاحظة أن هذا المقال رأي، فإنني حاولت التواصل مع وزارتي الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية للحصول على تعليق أو توضيح، لكن لم أتلقى ردا حتى كتابة هذه السطور. علاش ما مشيت ثاني سألت عند وزارة الطاقة مثلا الإسبانية ولا وزارة الطاقة الجزائرية؟ لا، هم ما غاديش يردوا عليك، طبعا ما يردوش عليك لأنهم هم لا يمكن أنهم يتحدثون على حاجة متعلقة بأوامر تجيهم من قوى كبرى وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أعتقد، وهي بحكم سيكولوجية نظام العسكر، أن الغاز فعلا هو الغاز الجزائري يتدفق باتجاه عكسي، وأن هذا ما جاش عن طيب خاطر نظام العسكر، لا أبدا، بل جاء عن ضغوطات بالأساس أمريكية، لأنهم هم ما يقدوش هذا النظام العسكر يحكي كيفاش تتعامل مع القوى الكبرى وكيفاش يتعاملوا معهم المسؤولين تاع القوى الكبرى، خصوصا الولايات المتحدة. أظن أنه كان هناك تدخل من أجل أن يكون هناك تدفق للغاز الجزائري نحو محطتي توليد الطاقة، نظرا للنقطة الثالثة اللي ذكرها صاحب المقال، وهي خصوصية الغاز الجزائري. كل غاز عنده خصوصية، وبالتالي هاتين المحطتين التي تولدان الطاقة الكهربائية يعني اعتمدت منذ سنوات على الغاز الجزائري، يعني باش يبدلوا غاز واحد اخر لازم يبدلوا دي كاركتيرستيك ولا دي بارامتر كما التليفون مثلا. وبالتالي الغاز الذي يصل الى اسبانيا عبر انبوب بنين صاف الميريا يوجه جزء منه في اتجاه عكسي نحو المغرب، لكن النظام الحاكم في الجزائر باش يغلط الرأي العام، يغلط باش يبان باللي هو دائما باللي راه عاقب المغرب وقلل من كما يقولوا، يعني يقول باللي ما لازمش هذاك الغاز اللي يمشي لإسبانيا يروح للمغرب. هذا على أرض الواقع ما كاش منها، لأن العقد اللي تم تعديله في أكتوبر 2020 ما تضمنش هذا البند الذي يتحدث
التي تحدث عن يعني منع إعادة بيع الغاز الجزائري من إسبانيا إلى بلد ثالث. والنقطة الأخرى اللي أنا درت اليوم ان تشيكينج بحث كيفاش في الإعلام الجزائري، كيفاش كان واحد المقال صدر في 16 ديسمبر 2022 بعنوان زادت ضخ الغاز نحو المغرب، هل خانت إسبانيا ثقة الجزائر؟ هما شغل تكلموا على أنه هناك زيادة في ضخ الغاز نحو المغرب، وهذا يعني أن هناك تدفق للغاز الجزائري باتجاه عكسي. كاين هذه النقطة، وكاين نقطة ثانية في مقال اصدر، وهذا هو اللي فيه، هذا هو اللي يبين باللي هذا النظام كذاب، وباللي في 3 جانفي 2022 يعني قبل عام وشي. واش قال مدير عام السوناتراك؟ واش قال مدير عام السوناتراك؟ هنا تكلم على، طرح له سؤال حول تنقل سفن غاز تابعه للسوناتراك الى المغرب. يا اخي بلعوا الانبوب اللي يمر عبر المغرب ما ولاش يفوت فيه الغاز. لكن قالوا له يعني هنا مدير عام السوناتراك تكلم على ان هناك كميات من الغاز بروبان والبوتان يتم نقلها في اطار عقود سابقه مع زبائن مغاربه، وهذا معناه بانه كيف اذا كان الغاز البروبان ولا البوتان تبيعوه، فهذا ما يمنعكمش باللي الغاز اللي يمشي عبر الانبوب اللي يروح لاسبانيا ما يعاودش يروح للمغرب. وهذا يعزز فرضيه على ان الغاز الذي يصل الى محطتي تهدارت محطه عين بني مطهر هو غاز جزائري. هذا الغاز يمر عبر طبعا اسبانيا، وان احنا ما يقدوش يقولوا لنا واش يصرى في المفاوضات، ما يقدوش يتكلموا الاعلام باش يحافظ نظام العسكر على ذاك التوجه اللي يخليه دائما مأثر على الراي العام بلي فريمون انا الغاز تاع الجزائر ما يصلش الى المغرب. لكن اعتقد وهذا بل اجزم ان الغاز الجزائري الحصه نتاع المغرب راح تروح عبر الانبوب المار مباشره من بني صاف الى علميريه، ومن ثم يتم اعادته نحو الانبوب اسبانيا، يعني الانبوب المغرب اوروبا في الاتجاه العكسي. وهذه مش المره الاولى اللي هذا النظام هو كما يقولوا ما يطبقش الشيء اللي يقوله في الاعلام ولا في الخطابات نتاع المسؤولين تاعه. كنتوا شفتوا مؤخرا كيفاش لافروف وزير الخارجيه الروسي افضحهم منين قال لهم درنا احنا مناورات، وهما يقولوا للشعب احنا ما درناش مناورات. وبالتالي ما ناش نبيعوا الغاز للمغرب، بصح تحت الطاوله راهم يبيعوا الغاز للمغرب. راكم تبيعوا يا نظام العسكر، ولكن انتم باش بتبانوا قدام الشعب زعما باللي راكم قطعتوا ويعني خلاص الغاز تاع الجزائر ما راش يروح المغرب، لازم تديروا دوك الشطحات وتعطوا الاوامر للابواق نتاعكم باش يروجوا مقالات كلها كاذبه. لكن على ارض الواقع وفي لي نيغوسياسيون والضغوطات نتاع القوى الكبرى مثل ما شفنا كيفاش باش تعرفوا باللي هذا النظام جبان. الضغوطات اللي تلقاهم من القوى الكبرى على راسهم الولايات المتحده الامريكيه ما تخليش باش ما يبانش قدام الشعب اللي جبان ويمتثل الاوامر، شغل يحاول انه يبين روحه باللي عنده قرارات سياديه وما يتاثرش. بالك يغلطوكم يا بني وطني، والله لا يطلقوا الكف من عند القوى الكبرى والله العظيم. ونحلف انا هي المفروض ما نقولهاش، ولكن نحلف ان نظام مثل النظام الحاكم في الجزائر الذي لا يستند الى شرعيه شعبيه ويبحث على دعم الغرب بالاساس لا يستطيع ان يرفض لهم مثل هذا، يعني لا يستطيع ان يقف ضد الضغوطات الممارسه عليه. وبالتالي كما قال ما درتش المناورات وخرج وزير الخارجيه الروسي قال لهم درنا المناورات، ما نبيعش الغاز، ولكن حقيقة الوقت أنه يبيع الغاز والمغرب يأخذ حصته من الغاز. باش تعرفوا درجة الذل والهوان اللي وصل لها هذا النظام العدو للشمال افريقيا، لأنه كان نظام حكم مدني ديمقراطي مستند على الإرادة الشعبية ويفكر بشكل عقلاني وما يخلطش بالأمور وما يدخلش المنطقة في صراع تافه مع البلد الجار.
كانت تكون عندك الشجاعة باش تصارح الشعب وباش ما توظفش هذا العداء بشكل يعني أكثر من المعقول بحثا عن شرعية شعبية مفقودة. إذن الغاز تاع الجزائر راه يصل إلى المغرب بناء ماهوش فقط على المقال اللي قريته عليكم اللي عطى حجج مقنعة، بل إضافة لذلك الضغوطات نتاع القوى الكبرى. الضغوطات نتاع القوى الكبرى تخليه ينسى لأوامرهم، هو مشكلته هو يطبق الأوامر، لأنه هو منين يكون يتكلم مع القوى الكبرى مع السيادة ماشي كيما يتكلم مع الشعب، ماشي كيما نشوفوا احنا في الإعلام احنا ومن قرارات سيادية وما نسالوش، لا ما كانش منها هذه، كاش منها. وتأكدوا يا بني وطني هذا النظام جبان وضعيف أمام القوى الكبرى، وبالتالي هو بوجه مع سيادة ومع الشعب بوجه واحد آخر. مع الشعب حقار وكذاب ومنافق، ونهار هو يوظف تاع العداء مع المغرب باش يبان باللي هو قوي، ولكنه هو ضعيف. هذا النظام ضعيف للغاية، ونظام هش فقط عنده الإمكانيات المالية، لأنه يستغل في الأموال اللي تجي من الخيرات التي حبانا بها الله فقط، لا أكثر ولا أقل. ولكنه لا يستطيع أن يرفض ما يملى عليه من طرف أسياده، لأنه هو بحاجة إلى دعمهم. على خاطر لو كان ما يتمشاش كما يقولوا له، هذا النظام ما يستمرش في حكم الجزائر. وتأكدوا أن هذا النظام لا يستطيع أن يستمر في حكم الجزائر بدون دعم القوى الكبرى، بدون دعم القوى الكبرى. هذه هي الحقيقة التي يجب أن يعرفها الجميع. وبالتالي الموضوع هذا اللي تكلمنا عليه يأكد على أن هذا النظام مشكلته هو كيفاش يبان قدام الشعب على أنه قوي، أما حقيقة الأمر الحقيقة ماشي كما التي يتم تسويقها عبر إعلامه المنبطح. هذه هي الحقيقة.